انا كنت هصور الفيديو ده لما ارجع القاهره عشان اوريكم كميه الاذى اللي انا اتاذيتها، بس انا اتحرق دمي دلوقتي وانا بتفرج على فيديو على فيسبوك، ولقيت ان متروج للفيديو اللي اذاني ومكتوب فيه لتطوير وترميم الشعر ومعالجته. انا مش هقول انا عملته عند مين، ومش هطلع الفيديو علشان ما اذيش البنت، بس يكفي ان انا اتاذيت. واول ما اتاذيت من اول اسبوعين لقيت شعري بيقع، طلعت في ستوري وحطيتها وقلت يا جماعه ما حدش يعمل كرياتين ولا بروتين ولا كافيار. اي عروسه رايحه، اي نصيحه، اي حد سالني قلت له يا جماعه ما حدش يقرب من المنطقه دي لانها توقع شعركم. في اول اسبوعين انا رفعت ستوري وتلاشيت عن الموضوع، قلت خلاص اللي وقع وقع بقى، فوقع قليل فمش هتكلم. لكن انا لحد دلوقتي عماله تنزل كميات شعر احنا فيها. بصوا ده مش بيبي هير، انا شعري من هنا اتقصف، شعري من هنا فضي. دول اللي بقوا هم دول الشعريات اللي بقوا حيلتي اهم. ولو جبت لكم شعر نصين هتلاقوا ورا متشال كده بطوله، وفي حتت مكانه كده مقرعه قرعه خالص. شعري وهو كيرلي كان تقيل قد ايه، ولما عملته بقى قد ايه، بس علشان مش عايز اظهر البنت معايا انا لعبت في خلقه ربنا وما رضيتش بالكيرلي، وكنت فاكره ان انا رايحه اعمل معالجه وفي نفس الوقت فرد. هو طلع جلات، ولا تقولي لي كافيار ولا بروتين ولا كرياتين ولا اي خرا من ده، كل ده جلات اللي كنا احنا بنجيبه زمان ده ونفرد بيه شعرنا وفي الاخر بيوقع شعرنا. كل دي مسميات جديده. انا شعري وقع كله حرفيا، ولما اسافر القاهره هوريكم الشنطه اللي انا مليانه شعر، هوريها لكم. اسالوا اي دكتور، حتى الدكاتره نفسهم قالوا لي انت حماره وغبيه، وانا فعلا حماره وغبيه ان انا رحت وعملت كده في نفسي. محدش يعمل اي حاجه من دي ايا كان المكان ايه، ان شاء الله يكون 20,000 7 مليون الف ستارز، محدش يروح. ما هتقوليليش المكان مضمون، كل المواد دي اسألي اي دكتور هيقولك كل المواد دي ما بتعالجش، بتسقط، بتفرد وتسقط.